اهلا بيكم في قناتي دكتور اند شيف. النهارده هنعمل ستريبس في البيت، ومعذره في البدايه كده على صوتي. هنبدا عندنا نجيب نص كيلو بانيه، وهنبدا نقطعه شرايح طويله زي الستريبس اللي بنجيبه من بره. التقطيع هنا يعني ممكن بقى براحتكم، عايزين تقطعوا القطعه البانيه الواحده على 3 شرايط طوال او على 4 براحتكم. انا هنا كنت بقطعها رفيعه بقدر الامكان، فكنت بقسم قطعه البانيه ممكن على 3 او 4 او على 5 شرايح طويله كمان. هنخلص الكمية كلها عندنا بنفس الطريقة. هنيجي بقى للتتبيلة، هنحط علبة زبادي صغيرة، هنحط رشة فلفل اسود، هنحط معلقة كاري، طبعا هنظبط الملح بتاعنا، وهننزل عليهم بمعلقة كاري بيديله نكهة حلوة قوي، وبمعلقة بابريكا. طبعا هنا الزبادي بتاعنا اللي احنا حطيناه بيدي طراوة كده للأنسجة بتاعة الفراخ، خصوصا ان انا مقطعاها ستريبس طويلة فعشان ما تنشفش مننا بعد ما تتقلى. بعد كده كمان هنحط معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، وهنبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعضه، وهننزل عليه بمعلقة خل كبيرة. على حسب بقى وقتكم، اذا كان المفروض انه يعني يفضل في التتبيلة ديت ساعة في التلاجة، مفيش وقت ومستعجلين، هنبدأ على طول نحضر الكفر بتاعنا. بولة فيها مية ساقعة، طبق فيه دقيق، وطبق تاني فيه دقيق وعليه كيس فيجيتار حار، وممكن كمان تتبلوه بنفس التوابل اللي حطيناها في تتبيلة البانيه. هننزل بالشرايح بتاعتنا في المية الساقعة، وبعد كده في الدقيق اللي هو السادة اللي معلهوش اي حاجة، وهنرجع ننزل بيه في المية الساقعة بتاعتنا تاني، وبعد كده هنرجع بيه في الدقيق اللي هو المبهر او اللي عليه الفيجيتار الحار والتوابل بتاعتكم على حسب راحتكم. هنبدأ نحاول كده ان احنا نغطيها كلها بالدقيق لحد ما تعمل كده الرينكلز او الخرافيش اللي بتبقى على الكفر بتاعها ديت. هنعمل نفس الكمية بنفس الطريقة في الدقيق السادة، وبعد كده هننزل بيه في المية تاني، وبعد كده في الدقيق المبهر بالفيجيتار الحار، عشان بس تديله نكهة كده، لان لو فيجيتار بارد صراحة يعني مش هيبقى كده فيه النكهة بتاعت بره دي، وبرده على حسب اللي انتوا بتفضلوه. لحد ما هنخلص الكمية كلها بتاعتنا. في نفس الوقت دوت انا حاطة طاسة على النار فيها زيت لحد ما يسخن، هنبدأ ننزل فيه الستريبس بتاعتنا، مش هنقلبها غير لما تاخد لون من تحت، دقيقتين 3 بالكتير، لان هي زي ما قلنا شرايح رفيعة. وادي نص كيلو البانيه، بصوا عمل كمية قد ايه. حابين بقى تعملوها سندوتشات بكابوتشي، حابين تعملوها مع مكرونة مع رز بسمتي، مش هنختلف، وبألف هنا.